احمد ثابت، وصوره مع كل من جالسي الوجديه، واللي كيعرف عدد من الغيابات اللي غادي نرجع لها في لتعليق على هذه المواجهه. المولوديه الوجديه غادي يدخل بالمجموعه التاليه: مهدي مفتاح في حراسه المرمى، باقي اللاعبين امين صوان، يانيس مراح، انس نوادر، ياسر جريد. فريقين من اجل تحقيق نتيجه ايجابيه، والحكم ياسين بوسليم كيعطي انطلاقه ديال هذا اللقاء. الى رجعنا على مستوى الارقام، وهذه فرصه لدى فريق اتحاد طنجه، امكانيه التمرير داخل منطقه جزاء، دائما محاوله المراوغه، ترفع الكره، فرصه وتدخل الدفاع، فرصه لفائده فريق اتحاد زمن كريم بن عارف جاريسي بامكانه يرفع الكره، فرصه لفائده فريق المولوديه الوجديه، تمرير داخل منطقه الجزاء، تدخل الدفاع، فرصه كره فوق المرمى لفريق المولوديه الوجديه. نتابعوا من جديد كريم بن عارف، تمريره ممتازه باتجاه لاعب ياسر جاريسي اللي خطا الكره، مرر بشكل جيد داخل منطقه الجزاء، محاولة إبعاد الكرة، ولكن الفرق اللي ترجع للاعب أدوار طالعين. تبادل المحاولة طويلة، تدخل الدفاع، كريم بن عارف خذ الكرة ممتازة، تبادل الفرصة لإبعاد فريق المولودية الوجدية، الدخول داخل منطقة الجزاء، فرصة الهدف الأول لفائدة فريق المولودية الوجدية بواسطة باسين فالير بول، لاعب السنغالي. إذا أخيرا يجد الحل ويصل لمرمى الحارس عيسى السيودي بانطلاقة وبسرعة كل اللاعبين، وكذلك لفالير بول. نتابعوا التمريره ممتازه، لاحظوا السرعه، الاختراق، الدخول داخل منطقه الجزاء، ممتاز الهدف، هدف جميل لفائده فريق المولوديه الوجديه اللي الان كيفتتح النتيجه. نتابعوا الانطلاقه والسرعه ديال باسين امام اللاعب ايوب الرحماوي اللي ما تمكنش من قطع الكره، وبالتالي هدف اول لفائده فريق المولوديه الوجديه الذي يفتتح النتيجه ديال المباراه. فالير بول ينجح الزاويه، تلعبت الكره دائريه، تدخل الدفاع دائما الخطوره، تدخل امام لاعب صلاح الدين الشوفاني، صباح الان مرتد هجومي لفائدة فريق المولودية الوجدية، تمريرة من طرف اللاعب باسين فالير، فرصة باسين، هدف ثاني قادم وثنائية سنغالية لباسين فالير بول الذي يتمكن من الانسلال ويضع الكرة في الشباك. هدف ثاني لفائدة فريق المولودية الوجدية، لاعب خطير حتى الآن لاعب المولودية الوجدية. نتابعوا من جديد هذه المحاولة، انطلاقة، مرتد هجومي سريع، لاحظوا التمريرة ديال فالير بول، ثم التمريرة مرة أخرى ثنائية وهدف ثاني. لاحظوا المراوغه ديال اللاعب عبد القادر قيبوع، هو اللي مرر لاسيست، كان بطريقه ممتازه، و باسين فالير بول يتمكن من وضع الكره في شباك. هناك احتجاجات من لاعبي ديال فريق اتحاد طنجه، اعتقد هل يحاول وضع تسلل، ولكن على اين فغادي يتم متابعه الصوره وسيتم انس ترغات. ممتاز اللاعب باسين، خذ الكره يوسف انور، دي فرصه لفائده فريق المولوديه الوجديه، فرصه خطيره وتدخل فالير، لاعب سريع، وبالتالي هناك مساحات كيحاول انه يتم استغلالها، دخول داخل منطقه الجزاء، رفع الكره، ولكن تدخل الدفاع اللي كتضيع هذه المحاوله من فريق المولوديه الوجديه. لاحظوا كان التمرير تجاه اللاعب من اللاعبين بينهم يعطوا الامتار وياخذوا المكان ديالهم. غادي تلعب الكره طويله دائريه، فرصه والهدف، والحكم المساعد رفع الرايه. الهدف والحكم المساعد رفع الرايه، وبالتالي هناك وضعيه تسلل. اذا نتابع من جديد هذه المحاوله، يوسف بن علي بالفعل التسلل كان واضح. تابعوا من جديد الراسيه ديال اللاعب حسن الزريبي بطل اوقيانوسيا. الجماهير المغربيه مطالبه انها تكون حاضره من اجل الاستمتاع. هذه فرصه وكره مرت جانبا، فرصه ومحاوله خطيره مرت جانبا بواسطه لاعب محمد سعيد بوكسير، وتسديده محمد سعيد بوكسير اللي مرت جانبا من